يمكن احنا كان عندنا صورة ذهنية بتتصدر لنا ان الفريسة دايما هتكون بنوتة صغيرة او واحدة ست، لكن حاليا بقينا بنشوف ان الفريسة ولد صغير او ممكن يكون راجل. عشان كده ضروري جدا ان احنا من البداية نوعي كل الاطفال لاماكنهم الحساسة، والفكرة انه لا يحق ولا يحق لاي حد انه يتلمس جسده بشكل مزعج ليه، وان دايما نقول للاطفال ان لو حصل ان حد لمسك بشكل غير مريح او في الاماكن الخاصه بيك اتس اوكي انك تيجي تقول لنا، انه بديهي لازم تيجي تقول لنا، انه من الطبيعي انك تعبر عن كده. الحاجه الثانيه انه لازم امرن الاطفال على قول لا، لانه احيانا كتيره الولاد ما يكونوش اتعودوا على كلمه انهم يقولوا لا ما تلمسنيش، لان احنا عودناهم ان طنط وانكل يحضنوا ويعبطوا، فهم بيبقوا مش فاهمين هو انا اقول امتى لا وامتى اقول اه. فحتى لو حد صياد ابتدى يحاول انه يصطاد الفريسه ويبتدي يتلمسها بشكل غير مناسب، الطفل ما بيبقاش عارف ازاي يقول اذا كانت مناسب ولا مش مناسب. هو انزعج لكن مش عارف يقولها، مش عارف يعبر عنها. فهنا بيبقى خوفه من التعبير هو خوف من رد فعل الوالد والوالده، الام والاب، لو راح قال لهم انه انكل او طنط او فلان او فلانه تلمسوني بشكل انا ما كنتش راضي عنه، انا انزعجت منه.